فيما يتعلق بالانتخابات ونتائجها، لم يحدث في الكرة الأرضية في الدول اللي نفذت الانتخابات، وأنا شخصيا معاصر للعديد من الانتخابات مرات ومرات، لم تحدث انتخابات حتى في الدول اللي بتدعي الديمقراطية وكانت نتائجها 100% وكانت فيها رضا 100%. دائما نسمع بمراكز تلغى، دائما هناك تزوير، دائما هناك يعني مراكز تقفل ودوائر تحسب نتيجتها لخلل ما أو لتزوير ما. لكن هل يعني هذا نحن نوقف الانتخابات ما نعملوش انتخابات؟ لا يا جماعة، الانتخابات لن تحدث في ليبيا حتى الآن أو بعد سنة أو بعد 10 سنين، لن تحدث 100%. 100% لله رب العالمين. بالنسبة لنا نحن دائما في قصور، لكن لازم من تنفيذها والإصلاح. إذا كان في الفترة القادمة أو أول انتخابات حققناها بنسبة مثلا حتى 55% 60% نسبة نجاح، أنا أعتقد في نجاح أول انتخابات هاي. إن شاء الله في الفترات اللي بعدها نداركوا أخطائنا ونعدلوا، لكن نقولوا ما نديروش انتخابات بكل نقعدوا ننتظروا مثل الآن في الحالة الهولانية هذه، الحالة الهجينة اللي قاعدين فيها احنا. ليبيا الدولة الوحيدة الآن في العالم. ليش؟ لأن ممكن نتائج الانتخابات يصير فيها تزوير. احنا ما نمشوش بالممكن، الناس عمليين جدا جدا، وناخذ بالأرقام وبالبرامج وبالمشاريع القابلة للقياس والتثبت. الانتخابات ضرورة حتمية، يعني لازم تنفيذها بأي شكل من الأشكال، لازم من تنفذ ونطلع من المرحلة هذه إلى مرحلة أخرى، إلى مرحلة صار نقوص، صار تزوير، نعدلوا فيه في دورة قادمة، نعدلوا في القوانين في التشريعات. وتغيير السلوك ديما فيه رحرة.